بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد شعور لا يوصف أنك تتوج ميدالية أولمبية في أكبر محفل دولي في العالم وهو الألعاب الأولمبية. هذا الشيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف إن الفوز بميدالية ذهبية في أولمبياد باريس كان أبلغ رد على الحملة الشرسة التي تعرضت لها، مضيفة أن شرفي فوق كل شيء. وقالت الملاكمة بعد التتويج بلقب وزن الوسط تحت 66 كيلوغراما: الحمد لله، أكيد الذهب هو الرد الوحيد والكامل للشرف في دورة الألعاب الأولمبية. توجت بالميدالية الذهبية. حلم 8 سنوات وتعب 8 سنوات. المهم شرفة العالم العربي كله، وشرفة بلدي الجزائر ووالدي وعائلتي. هذا هو الرد الكامل لي نقوله للعالم على الحملة الشرسة. وقالت إيمان بعد التتويج: أنا امرأة مثل أي امرأة، ولدت امرأة وعشت امرأة، لكن هناك أعداء للنجاح لا يستطيعون تقبل نجاحي. كل الشعب الجزائري يعرف إيمان وقوتها في الميدان وأخلاقها. كانت ميدالية لكل العرب. الحمد لله أولا وقبل كل شيء. الشعب الجزائري يستاهل الميدالية هذه، ويستاهل إنه يفرح. قدمت منازلة جيدة ومش قادرة أوصف كمية الفخر. وقال مدربها محمد شعوة الذي اكتشفها وصقل موهبتها: قلت سابقا سنفوز بالميدالية الذهبية، وهي أفضل رد. أهديها لكل الشعب العربي والجزائري. جايين نرد الاعتبار بهذه الميدالية الذهبية التي كانت ستصبح أكثر سهولة لولا هذه الحملة الشرسة. وأضاف 8 سنوات من التعب، 8 سنوات من المشاكل والأفراح والبعد عن أولادنا وأبنائنا، وجينا وجبنا نتيجة. من جهتها، قالت منافستها الصينية يانغ ليو: لعبت على أعلى مستوى وسعيدة بالفضية، وإن كانت أؤمن بقدرتي على حصد الذهب. وأضافت: قابلت إيمان سابقا وأعرف مدى قوتها. أتعامل معها مثل أي منافسة أخرى، وأحترم الجميع. سأتعلم منها بعض المهارات خاصة اللكمات القوية.